لما شيماء بعتتلي ما كنتش بصراحة عارفة أرد عليها وأقولها إيه، ودلوقتي أنا سايبالكم انتوا اللي تردوا عليها. المهم شيماء بتقول أنا عندي 25 سنة. أنا جوزي بيسافر وبيجي كل أسبوع مرة، ساعات بيسافر كده بال20 يوم وساعات 10 أيام. بس هي بتقول إن دايما شغله على طول مسافر سفر في سفر، وهي بصراحة كانت متضايقة جدا من الوضع ده. وبتقول أنا يعني نفسي أحس كده إن أنا عايشة مع جوزي حياة مستقرة. كان نفسها تحس بأحاسيس كتيرة قوي هو مش حاسس بيها، بس كانت بتحاول تحسسه إنه ما ينفعش النظام وإنه يعني لازم ياخدها معاه لما يجي يسافر. وكان دايما بيقول لها يا حبيبتي ما تزعليش، طب ما أنا بعمل كده علشان نوفر مصاريف وحاجات زي كده وانت عارفة إن الدنيا صعبة. وكان بيجيلها في الشهر مرتين أو حاجة زي كده. هي بصراحة قالت خلاص أنا اتعودت بقى على الوضع ده، لكن من جواها يعني ما كانتش راضية ولا كانت موافقة، وكانت على طول مش راضية وبتقول بس قلت اسكت وخلاص، ما أنا مش قدامي حل غير كده. بتقول إن هي كانت ساكنة في الدور التاني في عمارة كده، والدور الأولاني كانوا زي ما تقولوا كده كان عامل زي المول، كان بيتأجر وهيتفتح محل كبير وكده لأنه كان فاضي وكان مكتوب عليه للإيجار. ومن كام يوم كده لقت ناس بدأت تيجي علشان توضب فيه، فعرفت ان هو هيفتتح المكان ده، يعني هيفتحوه كوافير حريمي. فقالت طب كويس قوي الحمد لله ان هو يعني هيفتحوه كوافير، وهو هيبقى تحت البيت عندها بدل ما هي تروح هنا وهناك وتروح حتة بعيدة وكده، وهي فرصة تنزل تعمل شعرها وتروق على نفسها قبل ما جوزها يجي من بره، زي أي واحدة بتوضب نفسها وبتجهز نفسها يعني وكده. وخصوصا إن هي ما عندهاش ولاد وتعتبر عروسة جديدة فبتبقى فاضية أغلب الوقت. عرفت بقى إن هما فعلا خلصوا التوضيبات اللي كانوا بيعملوها في المحل ده، ونزلت كده علشان تشوفه. بتقول المحل كان شكله شيك جدا، وإنه هيبقى فيه يعني زي ما بتقولي كده ناس كويسة تعمل الشعر ومتخصصة في الكلام ده. بتقول انا كنت بروح لكوافير كويس يعني واجرب، فقلت مش مشكلة هروح المكان ده شكله حلو ونظيف وشكل فيه ناس شغالة فاهمة وكويسة. وفعلا نزلت لقيت الناس موجودة زي ما تقولوا كده، المكان كان فاتح ولسه جديد في المكان ده، فكان عندهم ناس بقى معروفين من زمان في المنطقة اللي هما فيها، والزباين بتاعته بدأت بقى تيجي. فبتقول نزلت كده لقيت واحدة يعني تقريبا في الأربعينات كده هي اللي شغالة ومعاها شاب شغال معاها. الشاب ده ممكن يكون لسه بيدرس، يعني شكله زي ما تقولوا كده شكله مش كبير، وهي بتعمل الشعر واحدة وهو بيعمل استشوار لواحدة، يعني تقريبا كده هي صاحبة المحل، وهما الاتنين قاعدين بيشتغلوا فيه. المهم قعدت مستنية لغاية ما يجي دوري وقعدت أتابع وهي بتعمل الصبغة للستات وهو بيعمل شعر واحدة وعمال يصفف لها شعرها. بصراحة أنا لفت نظري جدا الشاب ده، بصراحة كان وسيم ورياضي وعاجبني، تحس كده فيه قبول أول ما تشوفه، وأول ما تبصله كده زي ما يكون حاجة غريبة كده تشدد له. المهم لما شفته قعدت أسرح معاه وأسرح مع اللي بيعمله، وبصراحة كان شغله عاجبني جدا. وساعتها جه دوري على الست اللي هي تعملي اللي هي تقريبا تبقى مامته. قالت لي اتفضلي يا مدام علشان اعملك شعرك. قلت لها بصراحة بيني وبينكم بقى انا كنت عايزة اتعرف على الشاب ده، فقلت لها لا ده انا جات لي مكالمة يعني وكده وخلاص، وخدي اللي بعدي يعني الدور اللي بعدي اعملي لها شعرها، وانا خلاص هاجي مع الشاب ده يعمل لي شعري، لان بصراحة شغله كان عاجبني قوي. فعملت نفسي ان انا يعني ناسية حاجة او بكلم حد في التليفون، وقلت لها معلش في حاجة بره وهرجع تاني. وفعلا خرجت كده كام دقيقة ورحت راجعة. كانت الواحدة اللي بعدي بقى دخلت عند الست اللي كانت هتعمل لي شعري، واستنيت بقى لما الشاب ده يخلص. طبعا كنت عارفة ان انا اللي هيكون عليا الدور بعد كده. ورحت بقى قعدت وقال لي انت حابة تعملي ايه؟ قلت له انا جاية علشان اغسل شعري وحابة كده اعمل شعري استشوار وانعمه شوية. قال لي طب تمام اتفضلي معايا، وفعلا رحت معاه ناحية الحوض وقعد بقى يغسل لي راسي زي ما انتوا فاهمين كده، وبدأ يحط شعري على المية، وبدأت أغمض عيني مش عارفة ليه كنت حاسة كده بكل حاجة بيعملها معايا. بدأ يحط الشامبو، أول ما حط الشامبو بدأ يدلك فروة راسي بحنية كده، يعني غسل شعري. حسيت ساعتها باسترخاء رهيب جدا، وحسيت إن في حنية رهيبة عمري ما حسيتها قبل كده، وكل ده وأنا مغطية ومغمية عينيا. المهم قعد يعملي كل ده لحد ما شطف شعري بالمية وبدأ يحط البلسم علشان ينعم شعري، وبرضه حركات كده لحد ما حسيت فعلا ان انا جسمي استرخى وساب خالص. وحسيت باحساس مش قادرة اقول لكم يعني كنت حاسة بايه، اكيد انتوا فاهمين. وخلاص قمت بقى معاه وقعدت على الكرسي علشان يبتدي يعمل لي استشوار لشعري. لقيت الست اللي هناك خلصت وقالت خلاص يا شريف انا هروح اعمل استشوار وهرجع لك تاني تكون خلصت اللي معاك.
ولو ما فيهاش ولو ما فيش يعني زباين وكده ابقى اقفل الكوافير وتعالى. وفعلا الست دي مشيت وانا وهو اللي كنا لوحدنا بس في المحل. بدأت بقى اتعرف عليه واتكلم معاه وعرفت ان هو لسه طالب ولسه بيدرس في اخر سنة في الجامعة. قلت له بس على فكرة ده انت شكلك شاطر وموهوب قوي وايدك على فكرة حنينة وخفيفة. ده انا ما حسيتش بحاجة خالص، انت ايدك جامدة زي اللي بيغسلوا وبيقعدوا بقى يوجعوا راسه وكده ويشدوا. انا بصراحة عمري ما استرخيت زي المرة دي. قال لي بس انا للاسف يعني يعتبر ده اخر اسبوع ليا هنا في المحل. اتخضيت كده وقلت له ليه؟ ده انا ارتحت وبعدين انت شغلك شاطر جدا وانا على طول لازم لما اجي الاقيك. قال لي في ستات كبيرة يعني لما بتيجي وتلاقي راجل واقف في المحل بتمشي، فالمدام صاحبة الكوافير قررت ان هي هتجيب واحدة مكاني. قلت له ليه كده يا خسارة؟ بس انا بصراحة اتعودت عليك وقلت خلاص اخيرا لقيت حد كويس وارتحت له. قال لي والله على العموم انا يعني ممكن لو انت طلبتيني ممكن يعني نشوف او تيجي ساعات او لما تيجي بقى ساعتها معرفش بقى ايه اللي هيحصل. قلت له لا ما ينفعش بصراحة، انا شغلك عجبني وعايزة اكمل معاك انت. قال لي والله على العموم انا ممكن يعني لو انت طلبتيني ممكن يعني نشوف بقى واجيلك مخصوص. بس انا ممكن اشتغل كده يعني خفيف خفيف. قلت له على فكرة انا لو جيت وما لقيتكش انا مش هعمل شعري. قال لي طب ليه كده؟ ده المدام هنا شاطرة وشاطرة جدا وهجيب كمان واحدة شاطرة تشتغل. قلت له لأ، قلت له بص ما ينفعش، طب اديني رقمك عشان لما عاوزك. وفعلا طلبت منه رقم التليفون وقلت له هشوفك ونحدد ميعاد. قال لي خلاص مفيش أي مشكلة. وأخدت الرقم بتاعه وقررت إن أنا أول ما أروح هتصل بيه. قلت له بقى على فكرة أنا هقول لك على حاجة، أنا ساكنة هنا في العمارة اللي انتوا متأجرين فيها المحل عشان يعني تبقى عارف وكده. قال لي والله طب كويس إن انتي قلتيلي لأن أنا والله ما كنتش عارف وكنت فاكر إن انتي لو طلبتيني أو كده هروح حتة بعيدة. قلت له لا 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 بعيدة ولا حاجة، ده أنا فوقك أهو. قال لي مفيش مشكلة، على العموم أنا أيا ما كان أنا كان ممكن أجيبك عادي. المهم بقى لما سبته وطلعت بقى وخلصت لقيت نفسي عمالة أسرح بخيالي على اللي حصل. حسيت إن جسمي استرخى خالص وحسيت بإحساس جميل قوي مع الشاب ده، كلامه وطريقته وأسلوبه. حسيته فعلا كده مهذب وابن ناس. وأنا معرفش إيه الانجذاب اللي حصل ما بينا ده. أنا مش عارفة يعني حسيت ده كله ليه. المهم لقيت جوزي بعدها كده بكام يوم بيقول إن هو يعني هيتأخر كده وهيجي على آخر الأسبوع. قلت له لا خلاص مفيش مشكلة. وفعلا قلت في سري ده فرصة حلوة قوي ان انا بقى قبل ما يجي اروح اعمل شعري تاني او اخليه يجيلي البيت علشان يعمل لي شعري. المهم بقى جه يوم واتصلت على ابن صاحبة الكوافير ده وقلت له ايوه يا شريف هو انت لسه بتشتغل في الكوافير ولا ايه نظامك؟ قال لي لا لا ده انا ما بشتغلش، المدام جابت واحدة خلاص وهي شاطرة جدا، انزلي جربي معاها. قلت له لا انا عايزاك انت اللي تجيلي البيت وتعملي. بس انا قال لي بس انا دلوقتي صعب ان انا اجيلك كده. قلت له لا ماليش دعوة، انت لازم تفضي نفسك وتجيلي في اي وقت. قال لي طب يا مدام انا ما عنديش مكان يعني غير الكوافير اللي ممكن استقبلك فيه وصعب ان انا اجيلك الشقة وكده. قلت له لا 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 تعالى تعالى عادي، تعالى الشقة وبعدين انا جوزي مسافر يعني مش تخاف ولا تتضايق. المهم تيجي وتعملي شعري وخلاص. قال لي خلاص مفيش مشكلة. طيب تحب اجيلك امتى؟ قلت له ينفع دلوقتي؟ بصراحة انا كنت مستعجلة قوي معرفش ليه. قال لي خلاص ساعة بس وهتلاقيني عندك على طول. قلت له خلاص مفيش مشكلة. بس قلت له انا ما عنديش حد ولا حد بيجيلي. قال لي ما حضرتك متجوزة يعني انا كنت شايف في ايدك جدا. قلت له اه انا متجوزة بس جوزي مسافر يا سيدي على طول وما تقلقش هو مش جاي النهارده، ده هيجي اخر الاسبوع. المهم قال لي خلاص تمام. وفعلا نص ساعة ولقيته فعلا واقف قدام الشقة بتاعتي. بدأت بقى أعمل شوية عصير كده. أول ما جه طبعا أنا كنت يعني كنت ساكنة فوق المحل اللي هما بيشتغلوا فيه. فجه ورن الجرس ودخل. قلت له تشرب حاجة؟ قال لا 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 مفيش وقت. قال لي خلاص يعني هي ساعة زمن كده وهمشي وعلشان يعني لو حد جالي وكده. قلت له لا لا ما تخافش خد اشرب حاجة. شربته كده عصير. لقيته بيقول لي طب في حوض يعني برا الحمام علشان اغسل شعرك فيه؟ قلت له لا ده هو في الحمام. قال لي خلاص خلينا مش مشكلة. وقال لي بقى ان هو محتاج كرسي علشان يعني يقعد ويقعد يعمل لي يعني راسي وكده. انا كنت ساعتها بقى لابسه الروب بتاع البنات اللي الستات يعني متجوزين وبيلبسوه كده وحاجه حلوه كده. ورحت بقى عملت شعري وفعلا غمضت نفس التغميضه. ورحت قعدت يعني هو حط لي الميه على راسي وحط لي الشامبو. وساعتها رحت في عالم تاني اكتر من الاول. بصراحه انا اول مره ما كنتش متحمله. تاني مره بقى كنت جايبه اخري معايا. قمت قلت له على فكره انت ايدك فيها سر فيها سحر فظيع يخرب بيتك انت مفيش منك. قال لي ليه بتقولي كده؟ قلت له بصراحة يعني انا جربت كوافيرات كتيرة بس انت يعني معرفش انت عملتي ايه
فراح مرجع راسي تاني قال لي بس علشان الشامبو ما ينزلش على عينك اقفلي عينك كويس. وقعد يكمل. في الوقت ده حسيت ان انا خلاص، قلت له يخرب بيتك شيل ايدك. انا خلاص زي ما تقولي كده كان احساس ما بيني وما بينه. بدأ يكمل غسيل شعري. بدأت ايده تنزل عليا ويعمل تدليك على رقبتي في الشامبو وكل حاجة. الموضوع زاد عن حده خالص. لقيت نفسي قمت والشامبو عليا وانا واقفة قدامه. وللأسف بقى حسب كل حاجة انتم متوقعينها. انا ما كنتش يعني متخيلة ان ممكن يوصل بيا الموضوع لحاجة زي كده. انا حاسة ان انا اللي عملته ده حرام، وحاسة ان انا السبب في كل اللي عملته ده. بس في نفس الوقت مش عارفة انا عملت كده ليه. انا برضو بجيب الذنب على جوزي ان هو سابني الفترة دي كلها وبعد عني الفترة دي. هو اللي خلاني عاملة كده. هو اللي خلاني ما كنتش قادرة استحمل. بس حاسة ان انا عملت ذنب كبير قوي في حياتي ومش عارفة اكفر عن ذنبي ده ازاي. آه، اكيد انتوا يعني عارفين ان ممكن البني ادم يضعف في لحظة ضعف يعني. بس مش عارفة اكفر على اللي انا عملته ده ازاي. انا جيت احكي لكم حكايتي عشان تقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي في الذنب الكبير اللي انا وقعت فيه ده.